سلامات وإن شاء الله عوافي. طيب نرجع للحكي ونحكي عن الرجل الشيباني، هو الرجل الكبير في ليبيا اسمه الشيباني. فالشيباني ده مصدر في ليبيا، مصدر كوميديا في ليبيا، فعشان كده لازم نحكي عنهم. ففي واحد شيباني شغال سواق بتاع إسعاف. بعدين ما الإسعاف الضخمة الكبير ذاك، إسعافات هو زي العربية الستيشن أو بيجوا الستيشن ده يتصمم بالجنبات تقفل، وبيقوم عنده فتحة ورا يدخل بها المريض أو النقالة يعني. فبقى إسعاف يعني. فالمهم هو بيشيل المرضى من حتة لحتة، بيركبوا له المريض، يقول له وديه الحتة الفلانية. فيوم هو هنا جاو ممرض قال له دخلنا لك يا جسمان توديه طرابلس، مشرحة طرابلس. فالمهم هو ما عنده شغله غير بس يدور عربيته دي يمشي. فدور لك العربيه. فاول ما دور عربيه كده طبعا بيشغل، بيحب هو يدخن، يعني بدخنه كتير. شيباني ده بيكون بدخن كتير، ومع الرادي بيكون مع الرادي. فبس يدخل دور عربيته بس مع الرادي، والجسم خدت له ورا ومشى هو مدور. دور ومشى ركب الطريق الساحلي ده. المشوار زي ساعة ونص أو ساعتين كده من مصراتة لطرابلس، أو ساعة تقريبا. فالمهم هو مع هنا مع السيارة بتاعه ده شغال مع راديو، يغني مع الراديو: عيني غالية لا ترقد، لا عيني غالية لا ترقد لا نوم يجيها، عيني غالية لا ترقد، عيني غالية لا ترقد. شغال لك كده ماشي. المهم هو ماشي انتبه لأنه التنك بتاع البنزين بتاعه منور أو خلاص يعني. فقرر إنه يشوف له أو أقرب طرمبة في النهاية يخش فيها. وشغال عيني غالية لا ترقد لا نوم يجيها، مع الرادي شغال يردد مع الرادي وسخانه. المهم هو مع دخلته لل... للطرمبة كان في واحد شيباني تاني بأشر ستوب، يعني داير يمشي يركب، ما داير يركب لاي عربية قبل الطرمبة لكن واقف. فده رمى الإشارة بتاعته اللي هم بيسموها الفليتشة، رمى الفليتشة على الطرمبة، وده كان بيأشر في اللحظة ديك. هو قام خش على الطرمبة. الباشر ده تخيل انه الزول ده وقف له، ذاك مشى وقف محل ترمبة البنزين ومشى كب البنزين. ده مشى طوالي فتح وين؟ الباب ورا. طبعا ما يعني بس ده يركب، هو ده يصل. ما لقى باب بجنان، فتح الباب اللي ورا ده وخش لقى جثمان وقعد مع الجثمان. المهم هو مريض جثمان، المهم قاعد جنبه بس. صاحبنا ده جا من هناك كب بنزين وحاسب وجا ركب دور عربيته وولع تاني سيارة: عيني غالية لا ترقد لا نوم يجيها، عيني غالية لا ترقد لا نوم يجيها. شغال كده. بس المهم مع الدخان بتاع سيايره في شباك طبعا بين الجثمان، وهو في شباك قزاز كده بيتقفل ويتفتح، فاهم؟ كان فاتح. فهو شغال مع سيايره ده مع الغنى بتاعه، والدخان مشى للزول اللي ركب ذاك. الزول ذاك لما خرم مع السيارة، طلع سيارة وشنو خدتها، وقام جا قرب من هناك قال له: والنبي ولعة. ده ده طبعا لما ما هنا ما في غير الجثمان، سمع زول قال له النبي ولعة. بس الفرامل كيك في نص الزلط. وطبعا نزل لك قال لك ولع لي، قال لك ولع لي، ركب الزلط طبعا. جنة عليك كده.